قفشتك يا كذاب، بتشرب ميه من ورايا وتقولي انك صايم؟ موقف ممكن يحصل مع اولادنا وخاصه الصغيرين اللي لسه بندربهم على الصيام. طب تفتكروا ايه الحاجه اللي تخلي الطفل ممكن يكذب او يخبي عننا حاجه؟ لما يكون الأب والأم ردة فعلهم عنيفة مع الخطأ وبيستخدموا أسلوب العقاب الشديد مع أولادهم، فيضطر الطفل إنه يخبي خوفاً من العقاب. طب المفروض نعمل إيه في المواقف اللي زي دي؟ محتاجين نهدى كده ونتحكم في أعصابنا ونتقبل أخطاء ولادنا ونديهم فرصة يتعلموا من أخطائهم، أسمعهم وأفهم أسبابهم واحتياجاتهم ونفكر مع بعض في حلول للمشكلة. ممكن يكون نسي يشرب مية كفاية أو لعب كتير مع أصحابه في المدرسة ومش قادر يستحمل العطش، وخاصة لو سنه صغير. لما بنفهم ولادنا الهدف من كل حاجة بنعملها، هو احنا بنصوم ليه زي ما قلنا، هو احنا بنصلي ليه، بنذاكر ليه، ونفهمهم كمان الأضرار اللي ممكن تحصل لهم لو ما عملوش الحاجة دي، ونقوي علاقتهم بربنا ونربط حب ربنا في كل حاجة بنعملها، ساعتها بننمي الضمير عندهم وبنعلمهم مراقبة ربنا في كل تصرفاتهم، وبالتالي ما يعملش الغلط من ورانا، ولو عملوا يحس بتأنيب الضمير مش يفرح عشان ما اتقفش. وآخر حاجة، خلينا فاكرين إننا قدوة في ولادنا، نتحرى الصدق في أقوالنا وأفعالنا وهزارنا حتى في المواقف المحرجة، ونزرع فيهم إن الصدق نجاة.